واحد السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ بغيت نوجد معكم سلو على طريقتي. المهم مصوره لكم كلشي هنايا بطريقه العيساويات حبيبتي وحبيبة قلبي علينا حنا. المهم على بركه الله هنا درت كيلو ديال الدقيق ديال الزرع، شديته يعني حمصته غير في الكوكوط عندي في الدار. هنا نص كيلو 250 غرام ديال الشعير حتى هو كذلك حمصته غير في الدار. صراحه بالنسبه انني سلو درتو طبيعي 100% ما فيه لا دهون لا حتى شي حاجه، دهون طبيعيه ديال الفواكه الجافه. بالنسبه هنا عندنا كيلو د الزنجلان حتى هو كذلك شديته حمصته في الدار من بعد ما مسحته مسحته ونقيته. هنا عندي نص كيلو ديال اللوز ديال الكاوكاو يعني البلدي والرومي، شديته حتى هو مسحته ودرته في الفران. يعني درته. هنا عندي كيلو ربع ديال اللوز حتى هو كذلك شديته حتى هو مسحته ودرته في الفران. حمرته. هنا النافع وحبه حلاوه حبستهم حتى هما درتهم حمصتهم في الكوكوط كما كتشوفوا. خديت 5 دراهم منهم خليت للشباكيه حتى هما اللي شاركتها معكم. من بعد ما حمصت كلشي حطيته في الارض، حيت هذاك الشيء سخون درته في واحد المنديل كبير وحطيته باش يبرد ليا. كما كتشوفوا هنا مازال عندي اللوز كيتحمص هنا لتحت في الفران. كنت غادي نديرو في الكوكوط ولكن يعذبني شويه، حبست درته في الفران صافي. من بعد ان درت كلشي هنايا في السطل، غادي نزيد هنايا حبه حلاوه من بعد ما طحنتها حتى هي كذلك. خليت شويه ديال يعني شويه للشباكيه سميتو. صافي هنا حاولت غربلتها يعني مزيان، يعني باش ما تبقاش يعني هاد الحبيبات، حيت هي راه تطحني وتعاودي تطحني وتطحني وتطحني يلاه باش كيسميتو. نزيدو كذلك القرفه حتى هي ديجا مطحونه، خديت حتى هي 5 دراهم. حبست طحنتها ماشي في الدار صراحه، باش ما نكذبش عليكم ديتها عند العطار طحنها ليا، حيت ما يمكنش، حيت صعيبه انك باش تطحن القرفه. المهم خصك بالنسبه للسلو كلشي دير انكم جديد. واخا انني الفيديو غادي نحطو لكم زوزو هنا كيطلع لكم. ندير هنا شويه ديال الملحه باش تصحح الذوق كما كتشوفوا. بالنسبه للسلو خصكم ديروا فيه كلشي طبيعي انكم كتاخذوا شي حاجه صحيه. بالنسبه انا كنديرو مع السحور كناخذوا مثلا درت واحد الكوزه كلها، يعني حاولت انني غربلت كلشي بالصفايه. صافي من بعد انني خليت داكشي حتى للصباح، درت السطل ديالي في الكفه ومشيت عند العطار. هذا العطار هذا تبارك الله هو اللي كيجيو يطحنوا عنده الناس. هنا القياس عندي تقريبا شي 4 كيلو ديال الطوطال عندي هنايا، يعني عطيت منه لختي شويه وعطيت منه لماما، يعني انا درت على حساب بحال هكا. ما مذوقتهم شويه وصافي. صافي من بعد انني ديتو عند العطار غادي يطحنوا ليا، يعني انا ما بغيتوش مطحون بزاف لين، يعني غادي دري 1 2 3 غاديه معاه بشويه بشويه باش نشوف القوام اللي بغيت انا. درت مسك الحره هنايا قال لي بلا ما تحبسي زعما طحنيها مع سنيده ولا شي حاجه، هنا كتطحن وكتذوب مع السخونيه وداك الشيء. صافي من بعد هذا هو العطار اللي كاين هنايا في هذا المعرض تبارك الله، عنده كلشي. مازال نصور لكم ان شاء الله داك الشيء اللي عندهم. صافي انه كيطحن كل مره كيحل وغادي نشوفوا القوام اللي بغيت. هنا مازال هالشي، يعني مازال مفرتت. قلت له زيدوا واحد طحنه 1 2 3 بحال هكا. قلت لي زيدوا عاوتاني واحد شويه، يعني زيد واحد شويه بحال هكا. يعني انا هذا بدون زيت بدون زبده، يعني بالنسبه للوز كيعطي الزيت ديالو، الكاوكاو حتى هو كذلك تبارك الله. هانتوما زدنا هنا الزنجلان واللوز، يعني الاخرين اللي غادي نزين بهم غير حطيتهم باش غير يتهشاو وصافي، بحال يتقسم على 2 ولا 3 بحال هكا. صافي المهم القوام هو هذا اللي بغيت الصراحه. تبارك الله جا زوين، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم. من بعد انني جيت العيساويات يا غرام المكناسيات حبيبتي وحبيبة قلبي لا نمشي كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم، ما تنساونيش باللايك والبارطاج، وشكرا مع واشكم بروكا.